ازيك يا ورور؟ ولو عايز تعرف يعني ايه ورور اتفرج على الحلقة الأولى. صحصح بقى معايا وركز واسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم لك في خامس حلقة من حلقات مشروع ممكن من إنتاج أثر. حلقة النهاردة يا ورور بتتكلم عن فجوة كبيرة بتوسع كل يوم عن اليوم اللي قبله ومحدش قادر يتحكم فيها. فجوة ممكن تسيب علامات سيئة مع الزمن، تدمر أجيال كاملة بدون ما ناخد بالنا. الحقيقة إن في سوء تفاهم. اهدوا بقى كده وتعالوا نجيبها مع بعض من تحت زي ما احنا متعودين. بص يا ورور، علشان نقدر نكمل الحلقة دي مع بعض لازم نقر أنا وإنت وأصدقائنا الوراور اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي إن الجيل الجديد مش جيل بايظ وفاشل ولا هو سيء الخلق، وإن في فرق كبير جدا بين الاختلاف والبوظان. فمثلا لو على البوظان ففي جميع الأجيال من يوم وجود الإنسان على الأرض في الكويس وفي الوحش، ودي سنة الحياة. مفيش جيل عاش على الأرض كان كله كويس، لكن اللي بيفرق جيل عن جيل هو الفكر، وده شيء نسبي طالما ما دخلناش الدين في الموضوع. ومش قصدي اللي انت فهمته، عشان انا شايفك اللي من اخصامي وانت بتحضر نفسك عشان تكتب لي مفيش حاجة اسمها ما نتدخلش في الدين. انا اقصد اني هتكلم على ما لا يخص الحلال والحرام لان دي ثوابت. يلا بقى نرجع بالزمن شوية. زمان يا ورور الدنيا كانت هادية، يعني مثلا في السبعينات كان عدد سكان مصر 36 مليون نسمة عايشين على مساحة مليون كيلومتر مربع تقريبا، اللي هي مساحة مصر في الوقت ده. طابع الهدوء كان مسيطر على كل شيء تقريبا، على المزيكا والأغاني وحتى أسلوب الكلام. الريف كان ريف حقيقي، مش مدن ومباني زي دلوقتي، بيوت صغيرة جنب بعضها وأهل البلد كلهم عارفين بعض وفي ترابط. حتى في المدن كانت الناس قريبة، بيزوروا بعض باستمرار، بيتجمعوا وبيتبسطوا، كان في وقت للراحة والانبساط. وكل دي عوامل يا ورور بتأثر على طباع الناس وطرق تفكيرهم. معلش هغلبكم معايا، تعالوا بقى نطلع بالزمن قدام تاني. ايه التلوث ده؟ لا بهزر يا ورو، هو مش تلوث، خلينا نقول اختلاف. الجيل الجديد بقى ممكن يكون اتربى في أجواء مختلفة تماماً عن الجيل القديم. يعني إنسان اتولد وتعداد السكان 100 مليون نسمة، كلهم راكبين أتوبيس واحد تقريباً، بيتعرض للموبايل في يومه مش أقل من 5 ساعات من وهو صغير، تعاملاته الاجتماعية أقل بكتير، كل حاجة حواليه سريعة جداً، فكان طبيعي جداً يحصل اختلاف فكري. طبيعي يسمع رتم المزيكا بتاعت المهرجانات، كل شيء حرفياً سريع. طيب بعد اللي احنا قلناه ده برضه ما وصلناش لحل، والحقيقة اننا مش هنوصل لحل طول ما في مزج للمفاهيم، يعني مفيش حاجة مطلقة. الجيل الجديد مش قليل الأدب أكتر من الجيل القديم، لكن ممكن يكون بيجهر بالغلط أكتر من الجيل القديم، وده إن دل على شيء فبيدل إن أبهاتنا خلاص يا ورور ومحدش يعرف عنهم حاجة. ويمكن ده اللي ادى انطباع للكل إن الجيل الجديد أسوأ. هنا بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو تأثير التربية في البيوت على الأجيال دي. يمكن يكون الجيل القديم اتعرض لنوع من الرقابة أشد كتير من اللي بيتعرض له الجيل الجديد بعد ظهور طرق التربية الحديثة وغيرها. وهنا ما نقدرش نجزم مين فيهم الأصح برضه، لأن كل نظام فيهم كان ليه إيجابيات وعيوب، لأن أبحاث كتير أثبتت إن اتباع الشدة والضغط في التربية بيخلق أمراض نفسية وعقد عند الأطفال بتستمر معاهم طول حياتهم، وبيكون صعب التخلص منها. ولو جينا للتربية الحديثة فاحنا بنعيش نتائجها برضو النهاردة. هي مش ألطف شيء لأنها اتطبقت في بيوت كتير بطرق غلط جدا، أشبه بانعدام الرقابة أصلا. وفي الحالة دي برضو احنا طلعنا جيل مشوه فكريا. هيجي واحد يقول لي طب والحل يا عم انت لخبطتنا، الحل في آخر الحلقة ورور. اصبر، هيجي واحد من الجيل القديم دلوقتي مش عاجبه الكلام، هيقول لي قصدك ان احنا اللي بوظنا الجيل الجديد؟ اقول له ممكن وممكن، لانك مش العامل المؤثر الوحيد في الجيل، انت بيشاركك التأثير حاجات كتير جدا، منها اقوى سلاح في العالم النهارده وهي الميديا، اللي لو ما خدتش بالك من استخدامات ابنك ليها ممكن تدمره او تهد اللي انت بتبنيه فيه كل يوم أو تبعده عن أصله. الميديا لو حضرتك ما تعرفش هي سلاح فعلي بتستخدمه دول علشان تدمر ثقافات دول تانية وتصنع منهم أشخاص بلا هوية. فأرجوك ركز معانا بقى وعلم ابنك يبقى عنده هوية. الانفتاح الثقافي جميل يا ورور، بس ما ينفعش نقول الجملة دي كده ونسكت، يعني لازم نقول الانفتاح الثقافي جميل مع الرقابة.
واحنا في دولنا النامية للأسف الرقابة عندنا بعافية شوية، الانفتاح عندنا بيخلق تقليد أعمى، وده للأسف ممكن يصنع شبيه مبابي مثلا أو شبيه ميسي. إنما تفتكروا ممكن يصنع ميسي حقيقي؟ لا يا ورور، أنا عارف إنه جه في دماغك إنه مش ممكن، بس إحنا هنا اتعودنا إن كل شيء ممكن. أنت نسيت ولا إيه؟ ممكن الانفتاح يصنع ميسي، لكن زي ما قلنا مع الرقابة. تعال نوضح بقى موضوع الرقابة ده، لأنه ممكن يقلب معانا بغلط وإحنا ما نتوصاش. الرقابة السليمة يا ورور هي الرقابة اللي بتكون معتدلة، يعني ما كبتش آرائهم وأحلامهم ونقول دي الرقابة، ما قرر لهمش اللي يحبوه واللي ما يحبوهوش. الرقابة الصحيحة بتكون شوية من بعيد كده، اللي هو سيبهم يختاروا ويتعاملوا ويجربوا، بس انت شايف وواعي، وبتبعت لهم رسائل غير مباشرة من حين لآخر. واوعوا تقعوا أرجوكوا في تنافسية الأمهات اللامتناهية اللي بيكون هدفها إن ابني يبقى أحسن واحد في كل حاجة، لأن احنا بنشوف أمهات اليومين دول واخدين عيالهم تارجت ونازلين يتنافسوا قدام بعض كأنها مسابقة مين ابنه هيفوز بجايزة أنا بعرف أعمل كل حاجة. هيطلع الأول على الجمهورية وهيتعلم سباحة وهيبقى أشطر من ابن خالته وهيطير في الجو وهيلعب كورة عشان ابن عمه بيلعب في الزمالك وابني لازم يلعب في سبورتنج لشبونة. بالراحة، ابنك مش في مسابقة، ابنك محتاج بس رقابة، وسيبيه هو يختار هو عايز ايه. طب احنا ماسكين الجيل الجديد ونازلين فيه عجن، وما قلناش ليه الجيل القديم عايزنا نبقى شبهه وشايفين ان هم بس صح. الحقيقة يا ورور ان السبب ورا ده هو الميول الدائم للذكريات اللي بالنسبة لهم كانت أفضل أيام حياتهم، وبطبيعة حب الآباء لأبنائهم بيحبوا لهم يعيشوا أيام تشبه لأيامهم اللي هم شايفين إن هو ده الأصح من اللي هم بيعملوه النهاردة. وهنا بتبدأ المشكلة، لأن هم عمرهم ما يقتنعوا غير باللي عاشوه، وإنت عمرك ما هتحس اللي هم عاشوه لأنك عمرك ما جربته. زائد انك محتاج تكون شبه المجتمع اللي انت فيه، محتاج تكون نفسك. طب الحل ايه يا ابو الوراور؟ الحل هنا ان الجيل القديم يتفهم اسلوب حياة الجيل الجديد، لكن مع الرقابة اللي تأمن لهم حياتهم من سموم المجتمع. يعني يسيبوهم يلبسوا اللي يلبسوه ويقصوا شعرهم القصة اللي تريحهم، لكن كلموهم كتير عن أصولهم وتاريخهم ودينهم، علموهم أصول التعامل والرد والأدب، علموهم النظافة والرقي، بس سيبوهم يختاروا طريقهم. ولو استفدت من كلامي أو حرك فيك شيء اعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، لعل وعسى أكون سبب يخليك تقتنع إنه ممكن. مع السلامة.